بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم جينا نديرو مع بعض وصفة تاع البيتزا رولي. تجي واحد العجينة قطنية وتجي محشية، ذوقها مليح وخفيفة صدقوني تجي مليحة. نديرو كاس حليب دافي، خليه دافي ما ديريهش حامي كيما كل خاطرني نقول لك. مغرف كبيرة خمارة خبز عمريها مليح، كي عارفة راه البرد شوية باش تطلع. ومغرف كبيرة سكر، هادو ديريهم قاع مع بعضهم وزيدي كاس فرينة معاهم خليها بجهة حتى داك الخمور حتى تبدا تخمر، وهبطي لها الخمور تاعها ومن بعد نجيو مع بعض واش نزيدوها. كيما هكا خلطيها مليح. هذا التخمار تاعها الاول حتى تكسري لها التخمار بالفوي، وبعد عاد نزيدوها المكونات. اسمحوا لي على رداءة الصوت، راكم عارفين لاغريب وكل شيء. لا فوا شويه ها رايحه بصح معليش راني نعاتكم كيما على حساب الطاقه تاعي. هنايا غلفتها بالبابي فيلم ونغطوها بجهه ونخلوها الكوزينه راكم عارفين مادام انا نديرو في الفطور وكل شيء راها دافيه مليح. دوك حتى يتضاعف الحجم تاعها نكسروا لها الخمور تاعها ومن بعد نكملوا الوصفه. ورانا مع بعض دوك نحطوها هي بجهه ونجيو هنا للتحليه. التحليه هنا درت عفوا درت الحليب هو درت لتر حليب في كاسرونه كيما هكا لتر. ونديرو 100 غرام فلون كراميل اللي هي زوج بوايط، كل بواطه فيها 50 غرام. هي كي ديريها مع بعض تجيكم 100 غرام بلا ميزان بلا كلشي راه مكتوب فيها. ونعاودو نديروه عادي فلون كيما العاده، بارد في بارد نخلطوه مليح وبعد نحطوه فوق النار. كي يوجد نديروه يبرد ونخلوه بجهه حتى يبرد ويتجمد مليح. عاد نكملو التحليه تاعنا كيما راكم عارفين دائما الفلو رانا نخدموه مع بعض وتعرفوا تخدموه راكم موالفين به. كيما هكا نخلطوه بالفوي كلشي بارد في بارد وعاد نحطوه فوق النار. تحليات دائما وهذا الصوالح دائما بارد في بارد وعاد حطي فوق النار، ما ديريش كلشي ساخن وبعد يتكور لك الفلون تاعك. وهنا جبته في غيسيبيون كبيره درته يبرد. وهنا رجعنا العجينه تاع المملحات تاعنا باش نكملوا لها المواد اللي قعدوا لها نكملوهم مع بعض. هنايا راها ضعف الحجم تاعها، نكسروا لهذاك الخمور تاعها بالفوي كيما راكم تشوفون هبط حتى يهبط كاع باش تجيكم هذا الطريقه كي ديريها كيما هكا يتكسر ذاك الخمور تجي العجينه خفيفه. ومن بعد نزيدو الفرينه نلمو بالفرينه كل فرينه وكيفاه. كاين الفرينه اللي تشرب كاين الفرينه اللي ما تشربش. انتي خليها خفيفه شويه تلصق ما تقصحيها ما تجي خفيفه بزاف. ومن بعد نزيدو الملح ومع الفرينه. راكم عارفين انا ما نبغيش قلت لكم شحال من خطره ما نديرش الملح مع الخماره باش يساعد كي ديريه فوق الخماره ما يساعدهاش على الخمور. وهنايا جيت نلم بيدي نلمو كيما هكا بصباع اليد وتجي العجينه خفيفه وطريه ما نقصحوهاش بزاف وما تكثريش الفرينه. كي تخدمي بها بين يديك وتشوفي كي تحسيها تلايمت لك بلا ما تنشفيها. ما خاطر بزاف اخوات يديروا غلطه يقيسوا الفرينه ضربه واحده ومن بعد تنشف ليهم وما يلقوش الحل تاعها. دائما العجينه اي عجينه سيرتو المملحات ما الفرينه ديريها غير بشويه وخلطي. هنايا راني لميتها مليح سرعت في الفيديو باش ما يجيكمش طويل. ومن بعد نحطها بجهه ثاني تريح ونكملوها. هنا جيت المخيطو تاع الليم راكم عارفين الليم مليح مفيد مع الصيام مع لاغريب مع هذه مليح للولاد مليح للعائله قاع نفطروا به في بلاصه الشاربات. ما تكثروش الشاربات راه فيها لي برودوي. ديروا حوايج طبيعيه. درت هنايا المخيط ودرت عصير تاع كاس ونص لي عصرته بجهه وكاس سكر وليتر تاع ماء. النعناع ديت غير الورق هذاك درته معاه وخلطت كل شيء مع بعض. ومن بعد نجيبو البراميكسر ونميكسوه. هنايا العجينه تاعنا راه ضعف الحجم تاعها راها مليحه ما شاء الله طلعت.
ونهبطوا لها ثاني نكسروا لها داك الخمور تاعها، نهبطوه كيما هكا مليح نحلوها فوق البلان دو طرافاي تاعنا باش نخدموها قدام مع بعض. نحلوها كيما هاك، نسرحوها بالرولي، نديرو شويه الرولو عفوا، نديرو شويه فرينه باش ما تلصق ليناش ونحلوها كيما هكا. نحلوها باش نقدروا نديروها كي بسكوي رولي. دوك نحشوها من داخل ونرولوها غير بشويه بشويه ساع فيها تطري الفرينه من تحت باش ما تلصقلكش وما تغبنكش كي تبدي ترولي فيها. دوك كي حليتها كيما هكا مليح بالرولو، ما ديريها رقيقه بزاف، ما ديريها غليظه، ديريها نص نص كيما هكا على حساب كي عارفه كي عينك هي ميزان راك تحلي وتشوفي. هنايا لاصوص طوماط راكم قاع تعرفوها وني خادمتها شحال مخاطره معاكم. ديروها هي الاولى كيما هكا وتحليها قاع مشيها مع العجينه باش تجي منكهه مليح بالستارتيلا ولا بالمغرف اللي المهم حليها كيما كي تشوفي الطريقه قدامك. وهنايا جبت زيتون مقطع مغلي من قبل وشللته مليح من الملح، زيتون ايفيلي ولا غير زيتون قطعيه. وهنايا الحار اختياري، اللي ياكله اللي ما ياكلهش ما يديرهش. انا جبت الحار غير منين نقطعو باش يجي ديك لي كولار يجو باينين. هنا درت انا طون، تبغي ديري فيونداشي طيبيه وتخليه يبرد وتزيديه ولا بولي اشي. المهم حنا كل خطره ننوعو على حساب المستطاع. هنايا شويه قزبر قطعته شويه شويه وزدته ثاني من فوق. هنا فرماج كريمي درته ونديرو ثاني فرماج رابي نديرو كيما هكا نديرو فرماج هذاك الكريمي كيما هكا نمشيوه مع الخليط تاعنا ومن بعد نرابي الفرماج ونزيده ثاني هو من فوق كيما كي تشوفي قاع نوزعه على الحشو تاعنا باش يجي مليح. ونبدا نطلع غير بشويه. العجينه راها طريه بزاف، ديري الفرينه باش تساعدك على الاخر باش من بعد العجينه كي طيبيها البيتزا تاعك تجي خفيفه. هذاك علاه شويه تغبنك بصح من بعد دير لك نتيجه مليحه. هنايا جيبي خيط تاع المطبخ ولا كيما هكا وبدي تقصي فيها، دخليه منا ومنا وجبدي طلعي كيما كي تشوفي ومشيه. ديريه وحاولي ديريه متساويين ولا ديري بالصباع تاعك باش بعدي بين حبه وحبه بالصباع تاعك باش يجو قاع قد قد. الا ما جاوش قد قد المهم الطريقه راها قدامكم كيما هاك. ديروا الفرينه دائما قلت لكم مكسروها لتحت باش تساعدكم حتى منين تجي ترفديها باش ديريها في البلاطو تاعك تساعدك وتجي واحد العجينه واحد المملحات كاع ما تشبعيش منهم. كيما هكا الشكل تاعهم النهائي كيما راكم تشوفوا يجي. دوك نوريه لكم في البلا وتديريها على فور يكون ما مسخنته قبل خاطر بيتزا تعرفوها تبغي الفور حامي. هنا الفلون راه جمد مليح برد معانا. جبت الباتير ونبدا نطلع فيه كيما هكا نخلط فيه. والشونتي درت كاس شونتي معمر كاس الا ربع ما وطلعتهم مع بعضهم بجهه وزدتهم ذوق تاع الكراميل. مادامنا خادمين الفلون كراميل نكملوها كيما هكا. ومن بعد نحضر نضيف غير بشويه على داك الفلون نطلع مع بعض كيما هكا. طلعيهم بالباتير ديرهم في البوش دوي. نجيبو لي فيرين اللي نخدمو بيهم ندير بسكوي تبغي هذا اختياري تبغي ما ديريش ما ديريش بسكوي وزيدي له شويه زبده من فوق باش ما يحطاش يطلع لك يقعد لك لتحت كيما هكا. وكي شغلت تحمص ديري زبده شويه حاميه شويه وديريها فوق البسكوي وديريه في الفون تاعه. ومن بعد زيدي داك الخليط تاع الفلون ومع الشونتي اللي طلعناه مع بعضنا. وبعد تجيبي القطايف قليهم في الكوشه حمصيهم مليح في الكوشه وديريهم الطبقه الثانيه. ديري البسكوي ومن بعد ديري هذاك الخليط تاع الشونتي والفلون ومن بعد ديري القطايف محمصين ومن بعد تزيدي طبقه من هذاك الفلون والشونتي ومن بعد تزيدي ثاني القطايف المحمصين. ومن بعد يبقى غير في الوسط تبغي تزينيها باي حاجه تبغيها. انا كان عندي شويه كاوكاو هي درته في الوسط. تبغي ديري حبه لوز تبغي تخليه غير كي كذاك. المهم هذه هي التحليه هذه هي كم تشوفوا
قدامكم. كما عارفين رمضان تبغوا تنوعوا في التحليات تاوعكم وفي سهرات رمضان، دائما الواحد يشوف الحوايج اللي كاين في الدار ينوع فيهم، ووصفات اقتصادية، يتبع حوايج اللي ينجم مقدور تاعه اللي يقدر عليه يديره. حنا رانا نجيبو وصفات اقتصادية وفي مقدور الجميع. هذه هي التحلية كملتها، وهنايا المخيط ثاني راني قدمته هنايا بعد ما تصفيه من داك النعناع فوتيه في الصفاية. هذا شكل البيتزا رولي كما تشوفوا، واحد العجينة قطنية. مهم صحة فطوركم، إلى الملتقى إن شاء الله.